سيتشكل فيها جيش مختلف تماما، وأنه الاتحاد الأوروبي سيستغني عن دول عديدة ويتوجه إلى الشكل القومية قبل نشوء حرب قومية داخل الاتحاد الأوروبي. هذا الكلام قديم ولا جديد اللي تحدثنا فيه؟ طبعا للقارئ الخبر رح يمرق عليه مرور الكرام، وما رح يعرف ما هو خفايا الخبر. إذن هنا كان فيدان وتركيا على اطلاع بالمخططات المستقبلية اللي راح تحصل بالعالم، على اطلاع على بعضها. طبعا بالنسبة لنا هذا قديم، لأنه حكينا فيه قبل ووضحته بوضوح كتير، ونصحت الأخوة كمان اللي موجودين في أوروبا أنه أوروبا ذاهبة إلى منحى مختلف تماما عن الشكل اللي أنتم شايفينه، فحضروا حالكم. في كتير من الناس